السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. البط المسكوفي والبط البيور، الاتنين دول عمر واحد، جايباهم عمر يوم هما الاتنين. طبعا أنا طبعا وزنت البط البيور. كان في الأول طبعا البط البيور مسابق الوزن مع البط المسكوفي، يعني كان أعلى وزن من البط المسكوفي ده قبل الشهر. بعد الشهر وزنت تاني، لقيت البط المسكوفي ما شاء الله نفس الوزن بتاع البط البيور، كان نفس الوزن. بإذن الله يعني أنا الدورة دي طبعا المفروض إيه عمرها النهاردة 42 يوم. 42 يوم 2 كيلو 300، الاتنين بالظبط 2 كيلو 300. مفيش إلا هي بس إيه البط المسكوفي دي النتاية هي بس اللي هي إيه صغيرة شوية، لكن سبحان الله هما الاتنين البط البسكوف والبط البيور على عمر 42 يوم هما الاتنين بالظبط نفس الوزن. ما شاء الله. الدورة يعني ما كملش معايا حاجة وطلعت. هنطلع طلعنا كده الأبيض وهنطلع كده البط، بس هستنى طبعا ايه البط لسه معاه 10 أيام تاني عقبال ما يطلع، عشان بس يجيب لي ايه 3 كيلو 3 200 3 300 كده يعني عشان اطلعه. زي ما انتوا شايفين البط وحلاوته صراحة، البط البيور والبط المسكوف مع بعض. ان شاء الله هما الاتنين يبقوا نفس الوزن. طبعا البط المسكوف بيطلع على عمر من 60 ل70 يوم، لكن البط البيور بيطلع ممكن على 55 يوم يظبط وزنه يبقى 3.5. بس هنستنى عليه شوية كده لحد ما نشوف البط المسكوفي كده ايه هيجيب لنا كام. يطلع على 5. الذكورة طبعا المفروض تطلع على ايه 5 كيلو البط المسكوف، لكن البط البيور بيطلع ايه اخره 3.5 على عمر ايه 55 يوم. دي الحقيقة يا جماعة، ما حدش يقول لكم 4.5 كيلو، لا مفيش الكلام ده. انا بربي البط البيور دايما وما بيوصلش، يعني اخره على 55 يوم وبطلع بيبقى 3.5 3.700 3.800 بالكتير، لكن يزيد عن كده لا. ما حدش يقول لكم ما تقعدوش اكتر من فتره ال 55 يوم للبط البيور بالذات. البط البيور لو قعدنا ازيد من 55 يوم هنلاقيه فرغ اللحم بتاعه، يعني خف. ما ينفعش يا جماعه، لازم احنا ايه نطلعه على عمر يعني 55 يوم بالظبط ونطلع، ما نقعدش اكتر من كده. دي طبعا دي اللي باقي من الدوره اللي عمر يوم اللي احنا طلعنا الابيض زي ما قلت لكم، وطلعنا الابيض كله، ناقص البط وناقص كده عندي ايه كم فرخه اللي هي الرز طبعا اللي كنت جايباه معاهم. هجزيهم طبعا لان انا ايه هطلعه بالكيلو. انا بسمنه، انا هوريه لكم دلوقتي طبعا وهنشوفه مع بعض، وهنشوف شكل الفراخ بتاعتنا برضو عمر ايه 42 يوم الرزي. دي الفراخ الرزي عمر 42 يوم ما شاء الله عليها. معظمها ديوك. وزنها خلاص جرب يوصل كيلو. عمر 42 يوم على 45 بتوصل كيلو بالظبط. طبعا انا بنزل كل دوره معايا زي ما قلت لكم ان ايه بنزل البط، بنزل مع البط والابيض بنزل ايه فراخ رزي. طبعا انا طلعت منهم شويه دول الباقيين دوكم طلعته مع عمار، دول بس ايه سايباهم بس للتسمين كده، عشان ايه في ناس طالبه مني بلدي سايباهم ايه للتسمين، يعدوا ان شاء الله كيلو وربع كيلو ونص واطلعهم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله معظمها كده ايه ديوك شكلهم حلو. شغالين على علف طبعا نامي وماشيين يعني ايه الحمد لله تمام، وزنهم كويس. دي يا جماعة دورتنا العمر يوم، ان شاء الله تطلع على خير. كده ايه عمر 45 يوم كده نكون ان شاء الله ايه
ابتدينا نطلعها، او اسيب دول برضو الفراخ البلدي اسيبها شوية مع البط المسكوف والبيور. اسيبهم كده شوية لحد ممكن 55 يوم، يوزنوا 1.5 كيلو ان شاء الله بإذن الله تعالى، واطلعهم كلهم مع بعض. انتوا شايفين كده ايه؟ انا كنت وريتكم كده الفيديو بتاعنا عن الفراخ الرز والبط البيور، وكده احنا طلعنا الابيض. يا رب كده يكرمنا وايه ونخلصها على خير ان شاء الله، عشان نبتدي ننزل دورة جديدة هنا ان شاء الله. هننزل طبعا، اتفقنا في المكان ده هنزل بلدي اللي هو رز طبعا، وهنزل بط بس، الابيض مش هنزله دلوقتي. والابيض مش بنزله هنا صراحة، بنزله ايه في المكان التاني، وانزل لكم برضو فيديوهات تاني ان شاء الله، وتشوفوا باذن الله الابيض. وريت كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لو اول مره داخلين تعملوا لي اشتراك، لو او لايك كده ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.